الشخص اللي عايش في أفكارك بيحبك، لكن السبب الحقيقي للمسافة اللي بينكم هيصدمك. خد نفس ببطء قبل ما تكمل قراءة، علشان الرسالة دي مش سهلة، مش سطحية. هي بتكلم المساحة الساكتة بين اتنين بيحسوا كل حاجة، بس بيقولوا قليل جدا. لما حد يعيش في دماغك طول الوقت، مش أوقات، مش صدفة، لكن باستمرار، أكيد في سبب أعمق من مجرد صدفة. ولو في مسافة بينكم، سواء عاطفية، جسدية، أو صامتة، اسمع كويس، علشان المسافة دي مش زي ما فاكر. أولاً، الشخص اللي في أفكارك فعلاً بيحبك، مش بطريقة درامية زي الأفلام، ولا بكلام عالي أو رسايل كتير، لكن بطريقة تقيلة، هادية، وغالباً موجعة. ده مش حد نسيك، ولا حد قدر يكمل حياته ببساطة. ده حد شايلك معاه في كل مكان، فاكر التفاصيل الصغيرة، نبرة صوتك، ردود فعلك، وإزاي كنت بتديله أمان أو بتظهري له ضعف. طيب ليه المسافة؟ علشان الحب مش دايما بيقرب الناس من بعض، ساعات الحب بيخليهم يتراجعوا. تانية، الحب ساعات بيصحي الخوف، مش الشجاعة. لما حد يحبك بجد، بيحصله حاجة خطيرة، يبدأ يشوف اللي ناقصه، اللي ممكن يخسره، واللي يمكن مش هيعرف يقدمه. انتي انت مش بس بتمسي قلبه، لكن كمان لمستي نقاط ضعفه، جروحه القديمة، وأجزائه اللي لسه متعلمتش تتعالج. وده بيخوفه، مش علشان عملت حاجة غلط، لكن علشان عملت حاجة صح، صحيتي جواه حاجة هو مش جاهز ليها. تالسة، المسافة مش رفض، المسافة حماية للنفس، وده ممكن يصدمك. المسافة موجودة لأنهم حاسين بزيادة، مش قلة. هم عارفين لو قربوا منك هيقعوا أعمق، هيبقوا مكشوفين، ممكن يفقدوا السيطرة. علشان كده بيختاروا السكوت، مش لأنهم عايزين يجرحوك، لكن لأنهم خايفين يجرحوا نفسهم أو مكفوش ليك. رابعة، هم شايفين إنك تستاهل أحسن، ودي من أكتر الحقائق وجعة. هم شايفين عمقك العاطفي، توقعاتك، وقدرتك تحب بجد، وبدل ما يحاولوا يوصلوا لمستوى ده، بيتراجعوا، بيقولوا لنفسهم من غيري هتكون أسعد. أنا بس هخيب أمله أملها. أنا مش ثابت، مش جاهز، مش متعالج كفاية. المسافة بتتحول لشكل مشوه من الحب. خامسا، هما بيخوضوا حرب جوه نفسهم وانت مش شايفها، وانت بتسأل ليه مبردوش. هما بيصارعوا أفكار زي أبعد ولا أسكت، لو رجعت، لو بوظت كل حاجة، لو مش قادر أدي اللي محتاجه. سكونهم مش هادي، هو صاخب جوه دماغهم. بيراجعوا لحظات معاك مرارة، بيتخيلوا كلام مش بيحصل، ويوحشتيهم يوحشهم بطريقة مش هيعترفوا بيها لحد. سادسا، الحب من غير شفاء بيخلق مسافة. الحقيقة المرة إن الحب لوحده مش كفاية لما حد يكون مجروح أو مش متعالج. لو مروا بخيانة، خوف من الفقد، خوف من القرب، خوف من الالتزام، أو خوف من فقدان الحرية، الحب بيبان كتهديد. انت انت بتمثل القرب، والقرب يعني مسؤولية، والمسؤولية معناها احتمال وجع، فبيضطروا يبعدوا، مش علشان مش فارق معاهم، لكن علشان فارق معاهم زيادة. سابعة، هما ما بيسقوش في نفسهم بقلوبكم، وده قليل اللي بيقولوه. هما شايفين إنهم مش ثابتين كفاية، مش أقوياء عاطفيا كفاية، مش متأكدين إنهم يقدروا يفضلوا. هما عارفين قد إيه أنت بتحس بعمق، وعارفين إن الموضوع كبير عندك، وبيخافوا يبدأوا حاجة ممكن ما يعرفوش يحموك فيها. فالمسافة بالنسبة لهم أأمن من كسر قلبك. ثامناً، ليه بتفكر فيهم طول الوقت؟ الروابط العاطفية متختفيش لمجرد إن الكلام واقف. روحك حاسة بطاقة ناقصة، حقيقة متقالتش، ارتباط مكملش للآخر. دماغك بترجع لهم علشان في حاجة اتوقفت، مش انتهت. المسافة اللي من غير نهاية واضحة
بتخلق دوائر فكرية. تاسعًا، هم بيفكّروا فيك وقت ما تتوقع أقل. آخر الليل في لحظات السكون لمّا حاجة تفتكرهم بيك بيسألوا نفسهم يا ترى كويس، كويسة، بيفكّر، بتفكّر فيّا، كان ممكن يحصل إيه لو كنت أشجّع، بس ما بيرجعوش يتواصلوا، لإن الحب الممزوج بالخوف بيشِل الحركة. 10. الحقيقة الصادمة عن المسافة. المسافة موجودة لإن العلاقة دي كانت هتغيّرهم، ومش كل الناس جاهزين يتغيّروا. أنت بتتحدى العادات بتاعتهم، بتعكس لهم ظلالهم، بتوقظ فيهم نمو هم مش مستعدين له. علشان كده بيتراجعوا. المسافة بتبقى واقفة في رحلة التغيير. 11. علشان كده النهاية المفروضة بالعافية عمرها ما تنجح. لما تطلب إجابات، تضغط، أو تطلب وضوح، هم بيتراجعوا أكتر. مش لأنك غلطان غلطانة، لكن لأن الضغط بيحرك خوفهم في حقايق ما بتظهرش غير لما الخوف يهدى. 12. معنى ده ليك، انت مش محبوب ومش كتير، وانت ما هلوستش الرابط ده. انت قابلت حد حبك بس ما كانش جاهز يحبك بنفس العمق، وده مش فشلك. 13. الحب مش دايما معناه تكونوا مع بعض. ساعات الحب بيحتاج مسافة علشان نمو، سكون علشان تأمل، انفصال علشان شفاء. مش كل قصة حب مكتوب لها تكمل زي ما بدأت. في قصص موجودة علشان تصحيك، مش علشان تفضل. 14. لو رجعوا في يوم كل حاجة هتكون مختلفة، ولو رجعوا مش هتبقى صدفة، هيبقى لأن الخوف فقد قوته، لأن الشفاء حصل، لأنهم أخيرا اختاروا الشجاعة. لحد ما يحصل ده المسافة ليها دورها. 15. الرسالة الأخيرة ليك، بطل تشيل ذنب جروح الناس اللي مش اتعالجت، بطل تصغر نفسك علشان حد تاني يحس بالأمان، بطل تعيش على الانتظار العاطفي. لو بيحبوك هيقابلوك، مش بنص لكن بالكامل. ولو مش قادرين، المسافة مش عقاب، هي تغيير طريق. 16. افتكر دايما ممكن حد يحبك بعمق وبرضه ما يكونش جاهز يفضل، والحقيقة دي مهما كانت موجعة مش معمولة علشان تكسرك، لكن علشان توديك لحب مش بيحتاج مسافة علشان يعيش.